السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بشرى. يستهدف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سادي ضم أبرز اللاعبين الشباب من أصحاب الجنسية المزدوجة والقادرين على تمثيل مختلف الفئات السنية للحضور على غرار كوبنغاهن الدنماركي. أمين شيخة هداف سابقا دوري أبطال أوروبا. ووفقا للمعلومات نفسها فإن اللاعب أمين شيخة وفق قرار نهائي تمثيل منتخب الجزائر في المرحلة المقبلة، لكنه اشترط أن يواصل حاليا اللعب للفئات السنية لمنتخب الدنمارك للعديد من الأسباب، أبرزها أن منتخب الجزائر لا يملك حاليا منتخبا جاهزا لأقل من 23 سنة في ظل غياب استحقاقات ينافس عليها، وأيضا لرغبته في فرض نفسه مع فريقه كوبنهاغن والحصول على فرصة مع الفريق الأول، بحيث إن إعلانه في الوقت الحالي اختيار